السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شاطرين؟ إليكم فيديو جديد من لعبة البيتزا الحلقة الأولى. أنا بكتب لكم في العنوان بعدين. هنا لازم نختار عمرنا هنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. أنا طبعا عمري 14 سنة. خلينا نكمل. طبعا دي أول حلقة ننزل عنها. أنا طبعا هنا زي ما شايفين هنا أنا بيتزا جيدة، بيتزا رائعة. الفصل الأول. يلا ندوس. خلاص. طبعا دي بدايتك. أيوة، هذا ده المطعم الجنب. هنا زي ما شايفين أنا متجر البيتزا آخر هو تحاول أن تخرب منطقتي. هل تعرف أن الأقل ما تفعل؟ نعم، كان ذلك بعد حسنا. يلا نجيب العجينة. وهي 58,000. نشيل من العجينة. أول شي نكمل العجينة نعمل الصلصة وبعدين يلا خلاص تمام. يلا نبدأ جبنة كلها. خلاص تمام. يلا كده خلاص. نقوم بإضافة الزيت إلى الفرن لتسريع. خلاص تمام. يلا نقطع تاكي. يلا نقطع دي كده. يلا لازم نحاول نكمله كده. نشيل البيتزا دي هنا. خلاص تمام. ممتاز. هذه أسوأ بيتزا رأيتها في حياتي. لن تكون أبدا. مرحبا من رأس متجر بيتزا جديد يفتح في هذه المنطقة. كي تجربة البيتزا. الطيب حسنا. يلا نكب. لازم نشيل شوية. نملاها صلصة. طبعا لو عجبتكم السلسلة لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك. طبعا زي ما شايفين فوق انا بخسر قروش. هنا حاليا الساعة 2:15. يلا نقطعها. بس لازم نقطعها كويس. يلا تمام. عذرنا على التقطيع ده، على التقطيع ما بعرف اقطع كويس. يلا كده. استغفر الله العظيم. رميناها في الوساخة بالغلط. بسرعة. كده كفاية. انا صبر خلاص. ما بدفع. لازم نقطع. يلا. يلا. هذا كده قطعناه كويس. ممتاز. يلا كده كويس. خلاص قطعناها. نسلم عليها. شكرا لك. خلاص تمام. كيف سأجعل الأمر بسيطا عليك؟ قطع عجينة في الفرن بدون أي إضافات. لا, لا يجب عليك. حسنا. عجينة في الفرن بدون أي إضافات. يلا
نشوف هنا كيف حدث عجينة أمر بسيط مع عجينة صفر بدون أي عجينة جيم بدون أي إضافات. يلا كذا قطعناها، لازم نمشي نسلمها ليها. كيف ممكن أن تصبح أفضل قضية؟ كيف مرحبا بيتزا بالجبن خلاص تقطيعها حسنا. يلا بيتزا بالجبن بدون صلصة. كترتين فيها جبن. الله بسم الله. لازم نجهزها. هاي. يلا خلاص نقدر. يلا نقطعها نمشي نسلمها ليهم. بيتزا بالجبن مقبول، لكن أتمنى لو كانت هذا مزيد من الصلصة. خلاص تمام. يلا هذا خاص بك مثلا. نعم عزيزي، تحية لنا رابط راي. تمام. بعد إعلان على خير. تمام خلاص نشوف الإنجاز. مجموعة تمت ما تم. تمام يلا كده خلاص القصة. تمام يلا كده خلاص تمام. ما علينا بيه. نشوف الإنجازات. نرفع عن النقاط دي هنا. النشيدة مجوهر زيادة. يلا كده تمام حسنا. مغلق. اليوم اللي بعديه يلا كده عناية. الدخل 39. البخشيش نعتبر 1. سعادة العمال اللازم المستخدمة 18. إجمالي الربح خلاص كده تمام. مجان. اليوم التالي خلاص كده تمام. خلاص تمام. كلام كثير ما بدفع. لاحقا ذبح مماس بيزي الجبنة رائع، ولكن تنظم الوطاس الكبيرة عليك إتقان اللحوم. ويمكن اللحوم المقدمة هو بالتأكيد. دعنا نرى واحد. دعنا نرى ذكروني بعد ذلك من خلاص اسكت. يلا نديه صلصة. خلاص صلصة كده نكون فيها صلصة وبيبروني كمان. تمام خلاص. 3 هنا. كمان 3 هنا. 3 في كل مكان. ندخل الفرن. نشيل شوية 7. ندفع نقطعه. أنا راجل عصبي. لازم نقطعها كده تمام.
يلا نمشي جربة تاني ما تجينا. وهذا هو البيتزا الحقيقية، بيتزا خرف. ننتقل سيد الفرانين، نشوف في شنو الإنجازات، نشوف في شنو خذ، كمان في شنو هنا. أنا بخلي التسجيل هنا في النص أو بعد هنا كويس. الطلبات تمام، نجهز ما علق معي. يلا نضيف الصلصة والبيبروني. واحدة هنا، كمان واحدة هنا. يلا كده تمام كده كويس. ندخل الفرن ان شاء الله. كده هنستمر فيها، نحن خبرة في التقطيع. هذا كده ممتازة. أنا أشيلها نحط عليها في الصندوق وندي عليها. رز تلمي رائع رائع بالشكل أفضل بيتزا تناولتها. يا رب العصر يا رب العصر بمجين. هذا بيتزا جبنة بدون صلصة عليه صوت. هنا داير نضيف جبنة أنا بس. جبنة بدون صلصة كيف ما تجي. أنا شيء نخليها في الفرن. والله كده ممتاز. جبنة نشوف في الوصفات كمان عشان نتأكد آه، من بدون صلصة. هذا كده ممتاز. استغفر الله. كده تقطيع غريب يعني ما أعرف أسويها كذا ضعفة. يلا استلمه. بإذن الله سأعود مرة أخرى مستقبلا عندما يكون لديكم مزيد من أنواع البيتزا. أنا مرحبا، أريد بيتزا واحدة من فضلك. حسنا، أنا أنتظر. ألا تريد أن تعرف أي نوع من البيتزا؟ أنا صراحة كان أمس نذهب بيبروني صلصة جبن وبيبروني. يلا كده ممتاز. بالصلصة وكمان جبنة. يلا كده ممتاز. كده ممتاز. خلاص كده جربنا باقينا شوية. ندخل آخر بيتزا دي هنا ونختم اليوم لحد هنا كده. نختم الحلقة لحد هنا. خلاص ما محتاجة نقطع. أنا امبارح ما كان لي بيتزا. الفيديو بتاع الليلة اللي نشرته ده. استلم. أنا لذيذا. شكرا على الوقت الذي قضيته في سؤال وأتأكد كده. هل تعرف أن طعم ماذا؟ أنا لا أعرف أيضا. جبنا ببروني صفر 75. نختم الثلاثة دي لحد هنا. هذا كده كفاية. يلا طبعا زي ما شايفين قروش، زي ما شايفين قروش أنا فوق بتنقص.
طبعا دي انا خدتها بطريقة غريبة بطريقتي خاصة. عملها عليها ببروني كده كفاية. ندفع شوية حتى نسرع العملية في التحضير. يلا كده ممتاز. بختم الحلقة هنا بعد شوية. هذا ماذا كنا نكون وصلنا الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.